السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، عام دراسي سعيد عليكم وعلى أولادكم وعلينا إن شاء الله. حبيت أشارك معاكم كده أول يوم لينا في الدراسة أو أول يوم ليا في الشغل قبل ما أمشي. كمان حبيت إن أنا أقول لكم كده على كام فكرة وأشارككم بقى الطقم بتاعي تشوفوه معايا كده، تقولوا لي رأيكم في طقم اللبس بتاعي اللي هروح بيه أول يوم دراسة النهاردة بإذن الله. انا الاول كده بعمل كوبايه نسكافيه، هقول لكم على الطريقه بتاعتي في النسكافيه حلوه خالص. بعمله زي التلاتة في واحد، نفس الطعم بالظبط. انا بعمله ازاي؟ انا بحط معلقه من السكر الدايت، ممكن انت تضيفي سكر عادي. باحط عليه معلقة صغيرة من النسكافيه، وكمان معلقتين ده لبن بودرة عشان ما لقيتش عندي لبن حليب. كمان باحط معلقة كريم شانتيه عليها سنة فانيليا، هو ده السر بقى اللي بيخليه زي نسكافيه 3 في 1 بالظبط. بعد كده بتضربيهم بالمضرب السلك، او قصدي مضرب النسكافيه كويس، وبعد كده بتضيفي عليه المية المغلية وبألف هنا. الفكرة التانية الاستيكر بتاع البوتاجاز ده انا بوريهولكوا ازاي مركباه. انا مش بشيل الورقة اللي عليه من ورا عشان ما يلزقش في الازاز ويغلبني بعد كده مش هعرف اطلعه منه. انا بشيل منه الورقه من تحت، جزء من تحت صغير كده عشان يكون بعيد على النار، النار ما تمسكش في الورقه من ورا. وبشيل الجوانب وبثبته بالشكرتون. كده بكون سهل ان انا اغيره، مش بيلزق من ورا، وفي نفس الوقت بيعيش معايا مده، بحافظ له على ازاز البوتاجاز. الفكره الثالثه كمان عندي اللي هو الرف اللي جنب اللي انا بعمل عليه نسكافيه ده الرف ده انا عاملاه بنفسي، هو مش رخام، هو خشب. انا جبته وغلفته كده بورق الالومنيوم الجامد بتاع البوتاجاز. بينفعني بقى، بياخد حاجات كتير كده وبينفعني، بيكون جنب البوتاجاز. ده الطقم بتاعي بقى اللي هلبسه النهارده ان شاء الله. هو عبارة عن بيزك اسمر عليه كارديجان قط احمر، ليه بادي اسود. كمان ده الخمار اللي انا بلبسه عليه، عملت معاه الدبوس ده بروش كده شكله فيونكة. احمر في اسود، ان شاء الله في مرة تانية هعمله معاكم. كمان الشنطة والسابو. اتمنى الفيديو يعجبكم وتقولوا رأيكم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة